السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مختلف عليه. من وقت لآخر يخرج أحد المتعصبين، أحد المتطرفين، أحد المهووسين، ويقرر أن يحرق المصحف، فينتفض المسلمون في أنحاء الأرض وأرجائها لهذا الفعل الشنيع الفردي الذي يعني يحمل مسؤوليته صاحبه المجنون. لكننا دفاعا عن المصحف ودون أن يكون الأمر مجرد ثورة عاطفية متأججة حين يقدم أحد المهاويس المجانين على هذا الفعل، أليس من الإنصاف وأليس من الاحترام الأوجب والتقديس الأعظم أن نعرف نحن المصحف، أن نقرأ المصحف، وأن نقرأ عن المصحف وعن تاريخ المصحف وعن تفسيرات المصحف؟ أليس من الأوجب دفاعا عن حرق المصحف أن نضع المصحف في قلوبنا وعقولنا تفسيرا وفهما ومعرفة، وليس مجرد إثارة عاطفية أو تأججا عاطفيا لفسل من هنا أو هناك قد أقدم على هذه الفعلة الشنيعة؟ إذن ما هو المصحف وما هو القرآن؟ وكيف نستطيع أن نقرأه قراءة صحيحة وأن نفسره تفسيرا حقيقيا يناسب هذا العصر ويضيف إلى البشرية وإلى الإنسانية حتى قبل أن يضيف للمسلم نفسه؟ تعالوا إلى هذه القصة عن كتاب المصاحف للسجستاني ونعود إليكم مرة أخرى. يثير كتاب أبي الأشعث السجستاني الكثير من الجدل، خصوصا عند الحديث عن المصاحف المختلفة أو تطور فكرة المصحف. العلامة السجستاني عاش في العصر العباسي الثاني، عصر التدوين، عصر تكوين ما يسمى بالعلوم الدينية، ذروة الازدهار للحضارة الإسلامية الفكرية وقتها. أحد الأساتذة الكبار في كلية الآداب جامعة القاهرة كان يحكي لي أنه كان يتردد كثيرا في أن يدرس كتاب المصاحف للسجستاني للطلبة، طلبة شبان معظمهم مراهقين قادمين من المرحلة الثانوية، معبئين بأفكار سلفية ويمتلئوا بمساحات هائلة من التجمد والتطرف الديني. فازاي هتقدم لهم كتاب ليبحث في مرحلة التطور ما بين القرآن المنزل إلى تحوله إلى مصحف بين أيدي الناس؟ وازاي كتاب يتناول انه في مصاحف متعددة كانت للصحابة وكان يختلف فيها قراءات وكتابة بعض الآيات والألفاظ في القرآن الكريم؟ هذا الكلام يتحمله القلب السلفي، يتحمله العقل السلفي، ولا يتعامل على طول بمنطق الريبة والشك في السجستاني وفيما يقال له. عشان كده كان بيقول لي دايما الأستاذ الجامعي الشهير، يقول لي انه انا كنت بقول انه مش مطلوب من ضعاف الايمان التواجد جوه محاضرة كتاب المصاحف للسجستاني، لانه هذا الكتاب لازم يطرح اسئلة ويطرح نقاشات لا يمكن ان تمس في قدسية القرآن، ولكنها بطبيعة الحال تجعلنا نبحث في تاريخ المصحف. ومن هنا جه الكلام عن مصاحف للسجستاني وعن تاريخ القرآن وتاريخ المصحف. إذا جهود هادرة لا تهدأ من الدارسين والباحثين لفهم وفك ألغاز ومفاهيم ومعاني القرآن الكريم. فماذا عنا؟ هل ندعي أننا فهمنا القرآن؟ هل ندعي أن تفسيرات الأقدمين من الطبري حتى السيوطي وجملة المفسرين هي الأقدر على تفسير وتأويل النص القرآني؟ أم نحتاج نحن إلى تفسير عصري أو تفسيرات عصرية؟ تعالوا إلى التقرير التالي ثم نعود لضيوفنا نشرح ونحلل معا. التأويلية العربية المعاصرة نقدر نقول هي ابتدت منذ عصر النهضة. بداية من عصر النهضة كان فيه اهتمام كبير بالقرآن، وده ناتج طبعا لأن في هذا العصر كان فيه كتير من الرؤى الغربية وكذلك العربية
اللي بتشوف ان التقليد الاسلامي كان سبب رئيسي في الحاله اللي وصل لها المسلمين من انحدار وتدهور. في السياق ده كتير من المفكرين العرب والنهضويين العرب استدعوا القرآن لوضع مسافة بينهم وبين هذا التقليد، واعتبار ان التقليد مسؤول بالفعل عن الحالة اللي وصل لها المسلمين، لكن ان القرآن نفسه غير مسؤول عن هذه الحالة، وان القرآن نفسه تفسيره بشكل جديد ربما يكون سبب في الوصول لكثير من الافكار اللي بتتسق مع المدنيه الحديثه ومع الحضاره الحديثه. طبعا نتيجه ده نشا يعني تراث كبير جدا معاصر من التفاسير والقراءات والدراسات المعاصره للقران والتاويليات المعاصره للقران في دايره بيسميها كده احمد النيفر المفكر التونسي كانها خارج دائره اهل الذكر او خارج دائره المتخصصين التقليديين في القران. بقى في مؤرخين وفلاسفه ومفكرين هم اللي بيكتبوا تفاسير للقران، وهم اللي بيعملوا دراسات معاصره للقران. المساحة الواسعة دي ممكن تقسيمها لمرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة بلورة تأويلات فقط أو تفسيرات لبعض المساحات داخل القرآن من غير اهتمام بلورة منهج جديد لقراءة القرآن، وده اللي ساد في المرحلة يمكن الأولى. لاحقا بقى في اهتمام أوسع في السياق المعاصر مش بتفسير القرآن بقى أو محاولة إيجاد تفسير لبعض الآيات، وإنما محاولة بلورة تأويلية أو منهج لقراءة القرآن. ده اللي حصل في السياق المعاصر مع ظهور القراءات الحدثية زي نصر أبو زيد والشرفي وأركون، أو حتى القراءات المنهجية القرآنية زي مع العلواني وأبو القاسم حاج حمد وغيره. طبعا الدراسات الغربية للقرآن، الاهتمام الغربي بالقرآن قديم، يمكن بيرجع لأهم معلم فيه قديم هو الترجمة اللي قدمها طبعا بطرس الكبير أو بطرس المبجل للقرآن. لكن الاهتمام العلمي بمعنى دقيق بالقرآن بدأ تقريبا في القرن ال19 مع ما يعرف بالبحثية النقدية أو البحثية التاريخية النقدية للقرآن، مع أسماء زي إبراهام جايجر ونولدكيا وهنري شباير وغيرهم، واللي ابتدوا يدرسوا القرآن بالمناهج الحديثة الفيلولوجي والمناهج التاريخية الحديثة، ويهتموا بشكل كبير بدراسة القرآن كوثيقة، سواء دراسة القرآن نفسه ازاي يتشكل في عصر النبوة المحمدية يعني، أو حتى بحث تاريخه وصلته بالكتب السابقة. طبعا كان بينظر للقرآن غالبا باعتباره مقتبس من هذه النصوص اليهودية والمسيحية. كان بيتم الاهتمام في الدراسات دي بالبحث عن هذه الأصول اللي القرآن أخذ منها، أو البحث عن شكل النص القرآني قبل أن يتحول للشكل اللي احنا عارفينه. بعد كده يمكن الدراسات الغربية مرت بمرحلة بيعتبرها بعض الباحثين مرحلة ركود شوية في الدراسات من نهاية الحرب العالمية الثانية لغاية تقريبا سبعينيات القرن الماضي. لكن في السبعينيات حصل انتعاشة كبيرة في الدراسات القرآنية بسبب بعض التغيرات المنهجية اللي حصلت، منها ان الدارسين في الفترة دي ابتدوا يحاولوا يطبقوا بعض المنهجيات الكتابية اللي اثبتت كفاءة في دراسة الكتاب المقدس على القرآن، وكذلك يتم تطبيق بعض المنهجيات الأدبية على القرآن لأن كان تم تطبيقها على الكتاب المقدس وأثبتت كفاءة فبقوا يطبقوها كذلك على القرآن. وكذلك تم بعض المكتشفات المهمة في الفترة دي، اكتشاف مخطوطات صنعاء مثلا في السبعينيات، والكشف كذلك عن بعض المخطوطات القرآنية القديمة اللي كانت بحوزة برجستراس المستشرق الألماني. ده كله أدى لتغير في شكل الدراسات القرآنية الغربية، بقى فيه اهتمام أوسع بالمخطوطات واهتمام أوسع كذلك ببنية القرآن، ونشأت منهجيات جديدة في دراسة القرآن. الشيء الواضح تماما هو ان الدراسات دي مش متصله بشكل كبير. الدارسين الغربيين في وادي والدارسين العرب تقريبا في وادي، حتى الدارسين العرب الحداثيين في كتاباتهم مش واضح قوي الاستفاده من المنهجيات الغربيه في الدراسات الغربيه المعاصره. التكامل بين الدراسات دي ممكن يكون مهم بذاته يعني. إذا أرحب بضيفي الكبيرين في الاستوديو الدكتور فريد بالقاسم الباحث التونسي في الدراسات القرآنية، أهلا بك فندم، وأيضا الباحث المصري المتميز الأستاذ صبحي نايل، أهلا بك أستاذ صبحي. أهلا بحضرتك. نورنا يا فندم، سعد بكم. خليني أبدأ السؤال بأنه يبدو أن هناك اهتماما غربيا كثيفا بفكرة القرآن الكريم بالمصحف. بما تبرر اهتمام الغرب بالكتابة والدراسة عن القرآن أكثر حتى مما يمكن أن يلاحظه المرء في الدراسات العربية نفسها؟ شكرا أستاذ إبراهيم على الاستضافة. في الحقيقة اهتمام الغرب بالقرآن يعود إلى القرن ال19 تقريبا، وشهد هذا المبحث، هذا الاهتمام الغربي بالقرآن تطورات كبيرة منذ السبعينات. ويمكن أن نتبين أن هناك مشغلان أساسيان، المشغل الأول هو البحث عن القرآن الكريم، والمشغل الثاني هو البحث عن
يسيطران على الدراسات القرآنية اليوم في المجال الغربي. هناك المشغل الذي يتعلق بتاريخ المصحف وتاريخ القرآن والمسائل المتعلقة بتدوين القرآن وإلى ما هنالك، وهذا المشغل شهد فتحا كبيرا في السبعينات على إثر اكتشاف المخطوطات القرآنية خاصة في الجامع الكبير في صنعاء. في صنعاء. نعم. والمشغل الثاني هو المشغل المتعلق بمنهجية قراءة النص القرآني، وهذا المشغل نتبين فيه توجهين. هناك توجه يرى أنه من الممكن أن نتعرف إلى المعنى الأصلي للقرآن وللمقاصد التي سعى المتكلم في النص أن تصل إلى القراء أو المتقبلين. وهناك المنهج الثاني وهو الأكثر حضورا اليوم، وربما أنا أميل إلى هذا المنهج، هو الذي يعتبر أن القرآن باعتباره خطابا لا يمكن أن نفهمه إلا في إطار نظرية التلقي. إذن المعاني القرآنية تتجدد بتجدد المتلقين باختلاف سياقاتهم التاريخية والأنثروبولوجية والسياسية، وباختلاف أيضا حتى أدواتهم المعرفية وأفاقهم الذهنية. القرآن نص عربي لا يمكن لأي من دارسي اللغة العربية وباحثيها إلا التوقف عند هذا القدر الهائل من كل علوم اللغة داخل هذا النص القرآني، بما يقتضي معرفة باللغة، بل وذائقة حتى باللغة، ذائقة موسيقية وذائقة يعني بلاغية. هل يمكن أن يتوفر حتى بمعرفة اللغة العربية لهؤلاء الباحثين الغربيين تلك القدرة على الحياة داخل اللغة العربية، داخل اللغة ذاتها وذائقتها بالطريقة العربية، كي يمكن أن نسمح بأنه متلقي على درجة كبيرة من فهم اللغة وفهم القرآن؟ في الحقيقة هناك أصناف متعددة ممن نسميهم اليوم المستشرقين، وما زلنا نسميهم المستشرقين، ولكن هم دارسون للحضارة العربية الإسلامية. هناك صنف متمكن من اللغة العربية، هؤلاء الذين تلقوا تكوينا علميا متينا ويدرسون العربية بشكل يسمح لهم بالتواصل مع النص كما لو كانوا عربا. وهناك أصناف أخرى من الباحثين يزعمون أنهم يعرفون العربية، ولكن طريقة تعاطيهم مع النص القرآني تكشف أنهم يجهلون أسرار اللغة. أنا أعتقد أنه عندما نطلع على أعمال بعض المستشرقين أجد أنها تقدم دراسات مهمة في مجال البحث المتعلق بالقرآن، سواء تعلق الأمر كما بينت في البداية بتاريخ المصحف أو حتى بمنهجية القراءة. أعمال مثلا أنجليكا نويفرت في الألمانية تقدم لنا. أنا بقول ده ليه يا دكتور فريد؟ لأنه وهنقل السؤال هنا للأستاذ صبحي، إن شايف الاهتمام الكثيف الحقيقي برضو المقدر والمهم للغاية ولا يمكن تجاهله أو القفز عليه، على تاريخية النص، على ترتيب الصور والنزول، على سياق النزول، إنما على بلاغة اللغة أو على الخطاب اللغوي أعتقد أنه ليس بالقدر ذاته اللي مستغرق الجهد في تاريخية النص. هو الفكرة في السياق الغربي أنه بيتعامل مع القرآن كخطاب ليس كنص، فهو بيحاول يشوف آليات فهمه وآليات استيعابه، بيتعامل معاه كحدث مهم له تأثيره، مش مهتم بالبلاغة اللغوية والمفردات اللغوية بقدر ما مهتم بطريقة عرض النص وتأثيره وعرض الخطاب وتأثيره في المجتمع. أما بالنسبة لفكرة أن الإنتاج غزير والإنتاج في السياق العربي قليل، ممكن نبص للإتاحة. يعني في السياق الغربي متاح هذا الإنتاج، جميع الأفكار تطرح بشكل رحب للغاية، لكن في السياق العربي الأمر مختلف. يعني حين حاول نصر حامد أبو زيد كانت النتيجة كارثية، على الرغم أنه انطلق من أرضية إسلامية وكان ينطلق من بناء إسلامي في اللغة العربية ومفهوم النص طرحه من بنية الثقافة العربية، لكنه في النهاية هوجم بهذا الشكل. ففكرة أنهم يملكون مساحة الحرية المسموحة أكاديميا هي اللي سمحت مثلا الدكتور نصر أبو زيد يطور من أفكاره
كتاباته عن القرآن الكريم لما بيسافر عن فترة وجوده مثلا داخل مصر؟ هل بتعتقد الحرية الأكاديمية والحرية البحثية المفتوحة حتى يعني إطلاق سقف عالي جدا في الغرب هي اللي بتسمح بالكتابة عن القرآن والدراسات عن القرآن أكثر مما يحدث في الشرق؟ طبعا انت آه. في الشرق ملزم بنتائج مسبقه، يجب مم. ان يعني انت عندك النتائج مسبقه قبل ان تبدا مم. البحث فعليا يعني. مم. لكن في السياق الغربي ما فيش مشكله انك تطرح الامر، خاصه انه ليس مؤمنا بالنص في غالبيه الامر. وعدم الإيمان بالنص يعني يشكل موضوعية أعلى وتجردا أعلى، ولا انحيازا يمكن الانطلاق منه إلى وصف القراءة بذات كلها اعتبارها قراءة انحيازية؟ هو يمكن ان نقال انه فيه طرفين، يعني لا يمكن ان نجزم بشده. بالضروره انا انطلق من ارضيه اننا لست مؤمنا بهذا النص فاطبق عليه كافه المناهج المعرفيه تطبيق صارم، بينما اذا كان النص الذي انا اؤمن به فيصبح فيه تجاوزات وما الى ذلك. فهو يمكن فيه من الموضوعية وفيه من الانحياز، فيه من التحيز. طيب خليني أسأل دكتور فريد هنا على الاستخلاصات الأهم اللي حضرتك من يعني تراها مقدمة من قبل البحث الغربي للقرآن وما أنتجته من نتائج أو أفكار ربما أضافت كثيرا لنا في محاولة فهم القرآن الكريم وتفسيره وتأويله. هناك بالنسبة إلى الدراسات الغربية في البداية كان هناك طموح إلى إصدار طبعة نقدية عن القرآن تشبه ما حدث في العهدين القديم والجديد، ولكن للأسف أنه ظهر طبعة نقدية للعهد القديم والجديد. نعم. ولكن للأسف إلى اليوم لم ترى هذه الطبعة نور. وفي الحقيقة أنا أرى أن هذا الأمر يهم المسلمين أكثر من الغربيين. كانت هناك محاولة أعتقد أنها مهمة في المجال العربي، صدرت مؤخرا عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، المصحف وقراءاته، لمجموعة من الباحثين التونسيين، يمكن أن تكون لبنة في إطار إصدار هذه الطبعة النقدية للقرآن. أعود إلى الدراسات الغربية. التوجه العام كان في الدراسات الغربية إلى حدود السبعينات هو قبول الرواية الإسلامية عن تاريخ تشكل المصحف. إلى حدود السبعينات ظهرت نظريات أعتقد أنها كانت متطرفة نوعا ما، جون وونسبرو وجماعة برينستون، باتريشيا كرون، مايكل كوك إلى غير ذلك، الذين اعتبروا أن القرآن المصحف تشكل بعد القرن السابع، حتى أن وونسبرو يعتبر أنه تشكل في أواخر القرن الثامن، يعني بعد قرنين تقريبا من وفاة الرسول. لكن الاكتشافات صنعاء، اكتشافات مخطوطات صنعاء تثبت إلى حد الآن، إلى حد المخطوطات المدروسة اليوم، تثبت بلا أي مجال إلى الشك أن ما لدينا اليوم من مصحف هو نفسه الذي كان متداولا في النصف الأول من القرن السابع الميلادي. نعم. فبحيث اليوم الدراسات الغربية تميل أكثر إلى دراسة المخطوطات باعتبارها الوثائق الأكثر ربما موثوقية في التعامل مع تاريخ تشكل المصحف. ولذلك بدأ التوجه اليوم إلى كيف نقرأ هذا المصحف، كيف نتعامل معه كما تفضل منذ قليل الأستاذ صبحي، كيف نتعامل معه كنص هو حاضر اليوم باعتباره نصا مقدسا لدى ما يقارب المليار من البشر. والخصومة أو شئنا الجدل القائم الآن هو حول منهجية هذه القراءة، ولكن هذه المنهجية لها شروط. في الحقيقة أنا لا أعتبر أن هناك قراءة موضوعية بأي شكل من الأشكال. بول ريكور يسعفنا في ذلك، يقول ليست هناك قراءة موضوعية بالنسبة إلى صاحبها، وهناك نوايا القارئ لا بد أن تتدخل في ذلك. الشرط الأساسي في اعتقادي فيما يتعلق بالتعامل مع النص القرآني اليوم بالنسبة إلينا على الأقل نحن كمسلمين هو كيف نفصل هذا النص عن مجمل التراث
التفسيري وتراث علوم القرآن والتراث الكلامي والتراث الأصولي والتراث الفقهي الذي يشكل حجابا يفصل بيننا وبين التعامل مع النص بطريقة مباشرة. تصفية الحساب مع هذا التراث. هل التراث حجاب إذا وضعته لنفسك حجابا، إنما إذا تعاملت معاه باعتباره مادة يمكن الأخذ منها والرد، ممكن إزاحتها أو جلب أشياء منها، إنما لا يفرض عليك قراءة يعني محددة، ولا إنه يحجز عنك حقك وحريتك في قراءة مباشرة للقرآن دونما اهتمام حتى بمجيء من التفسيرات. هل الإزاحة هي المطلوب، ولا القراءة النقدية لهذا التراث والحذف والإضافة والقبول والرفض والنبذ والإقراب؟ يعني إيه المطلوب بالظبط؟ إن أنا أنسى كل هذه التفسيرات السابقة، ولا يعني أعتبرها جزء من مرجع يجوز إنه مرجع مهم لكن ليس المرجع الوحيد ولا الأهم؟ في الحقيقة هو كي ننفذ إلى النص لابد أن نمر عبر هذه الطبقات من التراث. صحيح. والسؤال الآن هو كيف نتعامل مع هذا التراث قبل أن نزيحه، إن كان فيه ما يستحق الإزاحة. المشكل الآن في الفضاء العربي الإسلامي، ولذا هذه مسؤولية العرب، العرب المسلمين أقصد، أو المسلمين بشكل عام، استقالتهم عن التعامل النقدي مع هذا الموروث هو الذي فتح الباب للآخرين أن يدرسوا وأن يتعاملوا مع هذا التراث بطريقة نقدية. هذه مهمتنا نحن كمسلمين قبل أن تكون مهمة الغرب. صحيح. ربما ما ينقصنا نحن في الفضاء الإسلامي هو مناخ الحرية التي تتيح لنا أن نتعامل مع هذا التراث، أن ننزع عنه هذه القداسة الموهومة، وأن نتعامل مع النص الذي هو حاضر فينا باعتباره نصا مقدسا. صحيح تنقصنا الحرية لكن لا تنقصنا الشجاعة، بدليل من تصدى وتحمل. نعم. يعني نعم. لكن خلينا نروح لأستاذ صبحي نايل هنا وأسأله عن فكرة التفسير العصري للقرآن الكريم. كلما تصدى أحد المفكرين، أحد الباحثين، لفكرة نظر بشكل مختلف وجديد وعصري للقرآن، عصف بمحاولته إلى حد أنه لدينا يعني مؤسسات دينية قائمة على أنه الإسلام القرآن ليس في حاجة إلى تفسير جديد. وحتى المحاولات منذ الخمسينيات والستينيات، حيث كان الأفق المتاح يعني دينيا أكثر رحابة وحرية مما هو متاح الآن، كانت تواجه محاولات. كان الدكتور مصطفى محمود محاولته تفسير عصري للقرآن الكريم كان وجه بغضب عارم ورفض شديد. لدينا يعني حتى الشيخ حسين الذهبي وهو وكيل وزارة الأوقاف اللي قتل على يد جماعة إسلامية متطرفة، كتاباته عن المصحف والمفسرين أو القرآن والمفسرين بيقول لسنا في حاجة إلى أي تفسير جديد، أغلق باب التفسير مش باب الاجتهاد. إزاء أفكار من هذا النوع صامدة وصلبة وصلدة في واقعنا الإسلامي، هل تتصور أن هناك مجالا بالفعل لتفسير عصري؟ بس نرجع برضو أي حديث عن العصر نصطدم بالتراث للأسف. مشكلة التراث أنه لا يعامل كتراث، يعامل كعقل يفكر به العقل المعاصر. هو يفكر من خلال التراث، لا يعامله كتراث قديم. ده المشكلة الرئيس. يتعامل مع القراءات التي قدمها التراث كهبات إلهية مخصوصة، وهذا التعامل يتضمن أنها معرفة إلهية تم الفيض بها وليست معرفة إنسانية مكتسبة. يعني الطبري وما قدمه والزمخشري وما قال كل ده هبات إلهية، هبات إلهية مخصوصة وهبها الله لهؤلاء الأشخاص، يعني ليست اجتهادا بشريا. والتعامل بهذا الشكل يعني يصنع لها شيء من القداسة. يعني حتى في السياقات الدينية والنقاشات الدينية حاليا، أما نيجي نتكلم بآية قرآنية يقول لك دور التفسير، أنت هتفسر بمزاجك، وكأن التفسير هو المرجع الأساسي للنص القرآني. يعني التفسير أصبح مرجع أهم من النص القرآني في ذاته. المشكل الآخر أن التفسيرات القديمة كانت تقدم نفسها باعتبارها مالكة حق الحديث عن ما هو عن المعنى في الضمير الإلهي. تتحدث المعنى الصحيح والصائب في الضمير الإلهي، تتحدث يقول الله، قال الله، وما إلى ذلك.
وهي معذورة في ذلك لأنها لم يعني بنت عصرها، فلم تكن تدرك المناهج التاريخية أن يتحدث أنه يتحدث من أفق تاريخي، من رؤية تاريخية. لكن العقل المعاصر ليس معذورا في ذلك لأنه لديه هذه المناهج ولكن لا يطلع عليه. التراث الرؤية التراثية تعاملت مع مشاكلها وتجاوزتها. أهميتها فقط في طريقة تعاملها وكيفية تجاوزها، ليس في نتائجها. نتائجها كانت بنت سياقها. يعني إذا درسنا النتائج كي نفهم طبعا كيف النتائج العصرية والنتائج الماضي. النتائج الماضية. لا يعني قد يسألنا أحد الأصوليين يعني إنه ما الذي جد لكي نفسر القرآن تفسيرا جديدا إلا عقلكم أنتم، إنما يعني ما اللغة هي اللغة، الكلام هو الكلام، التاريخ هو التاريخ، أسباب النزول هي أسباب النزول، الكتب القديمة التي قدمت علوم القرآن لم يستجد عليها علم، فأنتوا عايزين تقدموا رؤية جديدة أو تقروا القرآن بطريقة منقطعة عن التراث ليه؟ السؤال هنا هو في يطرح الموقف الإبستيمولوجي من القرآن، الموقف المعرفي من القرآن. يعني كيف نتعامل مع هذا النص الذي يعتبره أغلب المسلمين أو كل المسلمين يعتبرونه الرسالة التي بلغها النبي من الله إلى المسلمين. هل هو نص مغلق معانيه محددة سلفا من الله وتولى المفسرون الضمير الإلهي على زي ما قال الصبح؟ نعم. نعم. أم أن القرآن هو خطاب يتجدد أو تتجدد رسالته إلى جماعة المؤمنين في كل عصر باختلاف البيئات وباختلاف الظروف التاريخية والسياسية والفكرية وإلى غير ذلك. بالنسبة إلى الموقف الأصولي هذا، الأصوليون والحركات الإسلاموية بصفة عامة هي تقف في تناقض صارخ. هي بين أن تتعامل مع النص على أساس أنه مدونة مغلقة محددة المعاني سلفا، وقام القدامى الذين أضفوا عليهم هالة من القداسة باستخراج تلك المعاني، وبين أنهم يرغبون إلى اليوم في التعامل مع هذا النص باعتباره خطابا يوظفونه كمورد إيديولوجي لتنظيماتهم ولأفكارهم. لم يتحرروا من الناحية المعرفية من هذا التناقض في التعامل مع النص. الموقف المعرفي السليم هو أن نحسم هل نحن نريد أن نتعامل مع القرآن كمدونة مغلقة محددة المعاني سلفا، ولنا القدرة أو لهم القدرة كبشر القدامى أنهم توصلوا إلى معرفة مراد الله من خطابه، أم أن هذا الخطاب أم أن هذا الكلام هو خطاب تتجدد معانيه بتجدد العصور وثم ماذا نريد من هذا الخطاب؟ هل نريد منه أن يكون قانونا يسير حياتنا؟ هل نريد منه أن يكون هديا للمؤمنين في سلوكهم الاجتماعي والأسري والأخلاقي إلى غير ذلك؟ هل نريد منهم أن يكون صلة تعبدية مع الله؟ هذه الأسئلة يجب أن تطرح ويقع الحسم فيها لكي نعرف كيف سنتعامل معه، كيف سنتعامل مع القرآن بعد ذلك. عظيم. سنخرج إلى فاصل، ينضم إلينا ضيف جديد، لكن القضية لا زالت حاضرة والعنوان لا زال هو نفسه. بعد الفصل. إذا أرحب بضيفي الكريمين دكتور فريد بالقاسم، الأستاذ صبحي نايل، وأضيف إلينا نجم جديد للنقاش الدكتور باسم المكي صاحب كتاب المعجزة في المتخيل الإسلامي. أهلا بك دكتور، منورنا. ما هو المعجز في المتخيل؟ بما يعني نبدأ بعنوان كتابك، يعني المعجزة في المتخيل الإسلامي. المعجزة في المتخيل الإسلامي هي رسالة بحث لنيل شهادة الدكتوراه، وأنا منذ ماجستير فأنا مهتم بمبحث المتخيل. ولما طلب مني إذن إعداد الموضوع للدكتوراه بحثت ووجدت هناك ما يمكن أن يقال في قضية المعجزة. وجدت في الحقيقة مقاربتين. مقاربة أولى هي المقاربة الإيمانية، إذن تعتقد في وجود المعجزة وفي تحققها في التاريخ. والمقاربة الوضعانية أو الوضعية عكسها تماما، هي لا ترى
إلا ما هو موجود في العقل. فكفرت بالمعجزة، إذا لم تعترف أبدا بالمعجزة. قلت سأدرس المعجزة باعتبارها كلاما. المعجزة عندي هي حديث معجزة. عظيم، حديث عن المعجزة. حديث طب في الإطار، لأنه هذا موضوع عنوان مهم للغاية، لكن خليني أروح إلى عنواننا في هذه الليلة. هل تعتمد تعبير معجزة القرآن، التعبير والمصطلح الذي يسوقه المسلمون ويقدمون أن معجزة النبي الحقيقية في القرآن الكريم ومعجزة القرآن، وأن القرآن معجز بلاغيا؟ كيف تقرأ هذه الأوصاف والتوصيفات؟ طبعا الضمير الديني والجماعة المؤمنة لا يمكن أن ترى إلا في القرآن معجزة للرسول. ليه معجزة ليه؟ يعني لماذا على المسلم أن يعتبر القرآن معجزة؟ هو كتاب منزل من لدن خبير حكيم لأنه على كتاب رسول منزل كريم، ليس في الأمر معجزة، هو كتاب إلهي. وهل هناك معجزة على الله؟ المعجزة على البشر. المعجزة لأن الله أنزل كلامه على رسول، على محمد بن عبد الله في القرن السابع. إذن المؤمنون يعتقدون أن لا فقط القرآن معجزة، العالم كله معجزة. المعجزة ليست استثناء، المعجزة حاضرة في كل الأوقات. ولذلك المسلم تراه يسبح لما يرى القمر يطلع أو الشمس. بس صحيح يا دكتور باسم، هناك علماء وفقهاء وباحثون ومجتهدون كثيرون حتى في التاريخ الإسلامي القديم لم يتعامل مع القرآن باعتباره معجزة، اعتبر معه باعتباره الكتاب السماوي. يمكن معجزة القرآن هو يعني التعبير المعتمد شعبيا جماهيريا عند جمهور المسلمين، إنما حتى عند المتفقهين أو عند المجتهدين ليس بالضرورة في إجماع على كونه معجزة. مش كده يا أستاذ صبحي، ولا ترى في الأمر شأنا آخر؟ وأنا لي رؤية مكملة للدكتور باسم، أنه يعني المسيح جاء بإعجاز لمجموعة كانوا بارعين في الطب، أنه يبرئ الأكمه والأبرص وما إلى ذلك. كذلك جاء النص القرآني لمجموعة كانت تتبارز بالشعر، جاء بخطابهم، لأنه في الأخير خطاب موجه إلى عقل ما بالضرورة يجب أن يشترك مع هذا العقل في مساحة للالتقاء. فتبنى رؤيتهم وحاول أن يزايد عليها، وفي تحدي أن يأتوا بصورة من مثله، وتنام التحدي فيجيبوا آية، وفي الأخير اللي هو مش هيقدروا يجيبوا حاجة. فهو عرض نفسه النص القرآني كمعجزة بلاغية على مجموعة كانوا يروا في نفسهم ميزتهم الكبرى هي القدرة البلاغية، يتنافسون بها، وكانت لها أسواق. لكن عندما يتحدى القرآن المشركين فأن يأتوا بصورة مثله أو حتى بآية مثله، فهو يعني الذات الإلهية تتحدى بشرا. ليس الأمر معجزة عندما ينهزم البشر أمام الله، يعني ليس في الأمر معجزة في هذا السياق. أنا أعتبر ربما السؤال هو حول مفهوم المعجزة في حد ذاته. القرآن أجاب في الحقيقة عن الكثير من مثل هذه التساؤلات، ولكن حتى بالنسبة للثقافة الإسلامية التقليدية كانت تعتبر أن معجزة القرآن في بلاغته وفي لغته، ولكن داخل هذه الثقافة كانت هناك أصوات أخرى تعتبر أن الأمر لا يتعلق بأن البشر ليسوا قادرين على أن يأتوا بصورة من مثله أو بآية من مثله، وإنما لأن الله صرفهم عن ذلك فهم قادرون، ولكن الله هو الذي صرفهم عن ذلك. وهذا هو موقف المعتزلة. بعض المعتزلة الذين قالوا بالصرفة أي أن البشر قادرون ولكن الله هو الذي صرفهم. لكن ده أنا أعتبر أنه مسألة المعجزة هي في إطار المماحكة مع أهل الديانات الأخرى ولا سيما اليهود والمسيحيين. إذا كان كل دي معجزة فليكن القرآن معجزة. نعم، إذا هنا لأن هناك أسئلة تطرح حول مسألة الإسراء وإلى غير ذلك. صحيح. فالمسلمون انتهوا إلى أن معجزة الرسول أو الآية التي بعثها الله للنبي محمد تضاهي آيات الأنبياء الذين سبقوه هو النص القرآني.
ولذلك انتهوا إلى القول بأن النص القرآني نزل بلفظه وبمعناه من الله عبر الملك إلى النبي. لكن داخل حتى هذه الرواية الإسلامية نجد قولة ذكرها السيوطي في الإتقان، ولكنه تغاضى عنها فيما بعد وسرعان ما تراجع عنها. هذه القولة تقول إن الله أن جبريل حصل معاني القرآن من الله، وأن النبي أخذ تلك المعاني وعبر عنها. النبي هو نفسه هو الذي عبر عنها بألفاظ العرب. لكن هذا الاتجاه الذي يرى أن القرآن نزل معنى من الله وعبر عنه النبي بألفاظ العرب، هذا الاتجاه وقع طمسه في التاريخ الإسلامي. صحيح، وقع طمسه مثل ما طمست مقولة المعتزلة في خلق صحيح، لكنها موجودة، لكن هذه الأسئلة وهذه الرؤى وهذه الاجتهادات موجودة. نعم. عايز أقول للأستاذ باسم، دكتور باسم المكي، ليه الشأن الإسلامي البحثي والفكري كان معنيا بقوة بالحديث النبوي والسنة النبوية؟ الدراسات لا تتوقف عنها والكتابة عنها، وحقل دراسة الحديث تكاد تكون تجاوزت حقل الدراسات القرآنية بمراحل واتسعت بشكل كبير، بينما بدا وكأن القرآن توقفت الدراسة حوله وعنه منذ زمن. سؤال إشكالي. في الحقيقة المسلمون يقدسون القرآن وكذلك السنة أو الحديث، لأنها المصدر الثاني من التشريع. عندما أراد الشافعي أن يؤصل الأصول، المصدر الأول إذن هو القرآن، ثم بعد ذلك إذن السنة، أي الأحاديث التي رواها الصحابة عن الرسول. ولكن يبدو أن قضية السنة أهون من القرآن. يعني محمود أبو ورية عندما كتب ونقد السنة النبوية لم يتحرج كثيرا. الحرج، كل الحرج عندما تقارب النص المقدس، النص الأول للنص القرآني. وفي الحقيقة يجب، أو من حق المؤمنين، من حقهم أن يقدسوا هذا النص ويتعبدوا به وإلى غير ذلك، ولكن لابد أيضا أن نسلط إذن القراءة ومناهج البحث الحديثة إذن اليوم البنيوية، الأسلوبية، السيمائية، التداولية، يمكنها أن تعيننا في تدبر أو في إعادة قراءة النص القرآني حتى يتحول المعنى من معنى مسيج أو وضع في سياج دغمائي كما قال بعبارة محمد أركون إلى المعنى المتعدد، إلى المعنى المتعدد. صحيح. ولاحظ أن المشتغلين على هذه المعاني القرآنية الجديدة لا أحد فيهم ادعى أنه يمتلك الحقيقة، بل قال إن قراءتي هذه هي قراءة من جملة قراءات أخرى لا تلزم أحدا. لا تلزم أحدا. هل الطالبي يقول هذه قراءتي لا أحد ألزمه بها. الشرفي كذلك، أستاذ عبد المجيد الشرفي إذا يقول هذه قراءتي. إذا عندما كتب الإسلام بين الرسالة والتاريخ قال هذه أطروحتي، أنا لا أتمنى. ولكنها كانت أطروحات تحوم حول أفكار كبرى، حول يعني مباحث متعددة، لكن التصدي لتفسير للقرآن بالآية وبالصورة ربما عدد محدود جدا اللي تصدى في محاولة تفسير عصري، وربما تجربة الدكتور شحرور من التجارب المهمة هنا. هل إلى جانب دكتور شحرور نستطيع أن نتحدث عن تجارب محاولات تفسير عصرية مختلفة للقرآن الكريم؟ في رؤيتين في الغالب في نظري لدراسة النص القرآني. رؤية بتنظر في المعنى الحرفي أو المعنى الفيلولوجي، المعنى الدلالي، ورؤية بتشوف المعنى النسقي أو المعنى التداولي. دكتور شحرور يعني ده لا ينفي من أهميته إطلاقا، كان يتعامل بنفس آليات التراث مع اللغة. وفي ظني أن اللغة ليست مدخلا كافيا، لأنه نص له أبعاد اجتماعية وله أحداث اجتماعية، لا يمكن أن نختزل هذه الأحداث وهذه الرؤى والخطابات في اللغة فقط، لها مناهج أخرى.
أركون نقد ده في الدكتور شحرور وقدم رؤية كانت في نظري مهمة للغاية، أن النص القرآني هو نسخة أرضية للبشر، بمعنى أن كلام الله لا يمكن حصره لأنه كلام إلهي، لا يمكن أن نحصره أو نمسكه بين أيدينا، كما أن نحن مقيدين بعقل تصور استدلالي، لا يمكن أن نفهم أي شيء دون أن نتصوره. فكان بالضرورة أن يحدثنا بمستوى عقلنا، فأرسل إلينا نسخة أرضية من النص. هذه النسخة الأرضية نسخة أرضية من كلام الله، من كلام الله، من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ. يعني وأركون قال ده حتى في واستند إلى النص القرآني أن الكتاب في اللوح المحفوظ وما إلى ذلك يعني. لكن مشروع دكتور شحرور كان مهم للغاية، بأنه كان أكثر شعبية وطرح فكرة التصدي للنص القرآني ومحاولة قراءته، على الرغم أنها معرفيا لم تكن بالقوة الكافية كأركون أو ممكن نقول أنجليكا نويفرت، نصر أبو زيد أيضا، لكنه كان أكثر شعبية، وكان في ظني هو كان يحاول أن يتحايل على النص لغويا ويفرض عليه نتائج معاصرة موجودة مسبقا، هي نتائج الحداثة وما بعد الحداثة. أحيانا حتى يعني بوحيه في اللغة، يعني يتحدث عن اللغة وعن معاني اللغة بوحي منه، يعني ملهاش أي مرجعيات الكلام اللي أي مرجعيات، لكن هو هكذا يراه. لكن دكتور فريد، المفارقة إنه في العصر الحديث لم يتصدى أحد لتفسير القرآن سورة بسورة أو آية بآية إلا سيد قطب. يعني هو المشروع الوحيد في ال70 عاما الماضية ولا 60 عاما الماضية اللي أمسك بالمصحف آية بآية وبدأ يعمل على طريقة المفسرين الأوائل تفسيره اللي هو في ظلال القرآن. أليست في هذه مفارقة إنه المجتهدون والباحثون والأصحاب يعني الرؤى امتنعوا أو يعني لم يتحمسوا أو ربما لم يقتربوا كثيرا لهذه الطريقة في التفسير، بينما تجرأ عليها وتصدى لها سيد قطب؟ في الحقيقة النص القرآني باعتبار حضوره المقدس في نفوس الجماعة المؤمنة اليوم يطرح العديد من الإشكاليات في التعامل معه. لذلك أعتقد أن التيار الذي ربما ينسب إلى التحديث والتنوير كان في حاجة إلى أن يضع الأسس المعرفية الضرورية للتعامل مع النص قبل أن يتقحم مجال تفسيره وتأويله إلى غير ذلك. لذلك ربما مثلا محاولات أركون اقتصرت على بعض الصور في التعامل مع النص. الإمام محمد عبده نفسه اقتصرت على بعض الصور. نعم. بقي الآن المشغل الأساسي الذي يطرح اليوم هو أن نعيد النظر في الموقف المعرفي من القرآن. نحن ماذا في عناصر مراجعة الموقف كده يا دكتور فريد؟ 1 2 3. نعم. هذا القرآن كيف تشكل في التاريخ؟ كيف انتقل من خطاب شفوي نقله الرسول إلى الصحابة، ثم انتقل من الصحابة إلى كما تقول الرواية الإسلامية في عهد عثمان بن عفان، واستوى مصحفا. كيف استقر من القرآن إلى المصحف؟ من القرآن إلى المصحف. هذا السؤال النقطة الأولى. النقطة الثانية هي تفكيك العلاقة بين هذا النص والعلوم التي نشأت حول هذا النص اللي سميناها علوم القرآن، علوم القرآن والتفسير وأيضا الفقه وإلى ما هناك. فك الاشتباك بمعنى عدم وضعها في الاعتبار حين التعامل مع النص، تفكيك علاقتها بالنص، لأن هي التي تحكم علاقتنا بالنص. مثلا مسائل مثل المكي والمدني، هذه مسائل أنتجتها علوم القرآن. مسائل حتى بتعتبر المكي والمدني مقيد لفهم الآيات ولا محرر لها ومؤكد عليها؟ بطبيعة الحال، لأنه يوضح لنا العلاقة الزمنية بين الآيات والسور، وكيف يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن نتصور مكيا ناسخا لمدني. صحيح. إذا ده مش تحرر، ده يعني تسلح بهذه العلوم. لا، نحن لابد أن نفكك العلاقة كيف تكونت هذه العلوم. لأننا عندما نقرأ مثلا مسألة المكي والمدني سنجد اختلافا كبيرا. أحيانا تجد سورة
يقال انها مكيه مكية، ولكن في داخلها ايات مدنيه، مدنية. والعكس والعكس صحيح. ايضا التفكيك هنا معناه الدراسة وفحواها صحيحة دقيقة نعم. خاطئة غير صائبة. والتثبت فيما قاله القدامى لنرى كيف ان هذا الامر، مساله مثلا المكي والمدني، اسباب النزول، كل ما تعلق بهذه دي المنظومه المفردات المعرفية. نعم، وهي التي شكلت الموقف المستمر الى اليوم في العلاقه مع النص. صحيح. النقطة الثانية هي التسلح كما قال منذ قليل الأستاذ صبحي بالأدوات المنهجية الحديثة، بما فيها علوم اللغة كما هي اليوم، اللسانيات والسيميائيات والسرديات، وعلم تحليل الخطاب، الدراسة الأنثروبولوجية للنص، هذا ما تطرحه مثلا جاكلين الشابي. ثم إذا اعتبرنا أن القرآن خطاب، هو ليس خطابا واحدا، هو مجموعة خطابات، ويجب أن نميز بين أنواع الخطابات في القرآن، ويجب أن نميز في كل نوع من أنواع الخطابات كيف نتعامل مع هذا النوع. لأن هناك مثلا الخطاب التشريعي أو ما يسمى الخطاب التشريعي في القرآن، كيف يمكن أن نتعامل معه اليوم؟ الخطاب القصصي في القرآن كيف، وهو الأكثر حضورا، صحيح. كيف يمكن أن نتعامل؟ هل دكتور باسم المكي هل يمكن أن نجد بحوثا أو بحثا أو عالما أو أستاذا يتصدى ويكتب في بكل هذه العناصر وفي كل هذا الإطار، ولا الأمر يحتاج إلى مؤسسة ويحتاج إلى حماس يعني دولتي، ويحتاج إلى جهد أكبر من جهد شخص مهما كان قدراته وبراعته وإمكانياته وإخلاصه؟ وفي الحقيقة هو يحتاج إلى مؤسسة، إلى مشروع وجودي، أنا أقول حضاري. صحيح. وجودي. صحيح. يجب أن تتجند كل المؤسسات إذن لدعم هذا المشروع الوجودي الحضاري لفهم وإعادة تدبر النص القرآني. ولكن هناك شخص أحبه كثيرا رغم أنني أنتقده، توفي، عابد الجابري. الدكتور محمد عابد الجابري المغربي الذي كتب رباعية في نقد العقل العربي، ثم بعد ذلك كتب رباعية في تفسير القرآن. إذن الجزء الأول مدخل في دراسة القرآن، وثلاث أجزاء فهم للقرآن. والجابري له إضافة، وإضافته تكمن في أنه فسر القرآن حسب ترتيب النزول. إذن هو وجد صيغة تاريخية لترتيب نزول المصحف. الكل يعلم أن المصحف رتب حسب طول الآيات. البقرة أطول سورة، ثم بعدها الأقصر منها، إلى أن نصل إلى السور القصار، إذن أيها الناس والفلق إلى غير ذلك. ومحاولة الجابري، وهو يتصدى بجرأة في الحقيقة لهذا الأمر، محاولة الجابري بقيت في اعتقادي رغم وعودها بقيت تقليدية. إذن الجابري عندما تقرأ تفسيره ستلاحظ أنك أمام تفسير تقليدي. والحقيقة إذن كما أشرت أستاذ إبراهيم، في الحقيقة يجب أن نختص، هناك اختصاص، هذا اختصاص، ولذلك الدراسات الغربية تفوق علميا ما يصدر في العالم العربي. صحيح. ما يصدر في العالم يبدو العربي. أننا في حاجة بالفعل إلى مؤسسة توزع الاختصاصات وتجمع الاختصاصات. أشكرك جدا أستاذ صبحي نايل، أشكرك جدا دكتور باسم المكي، أشكرك جدا دكتور فريد بالقاسم، أشكركم. وإلى الخلاصة. حرق المصحف كتاب الله المقدس لدى المسلمين يعد من أكثر الأفعال استفزازا وإثارة للجدل في العصر الحديث. هذه الأفعال التي غالبا ما يقوم بها أفراد أو جماعات تهدف إلى إثارة الكراهية، لا تستهدف فقط الإساءة إلى المسلمين، بل تسعى لإحداث شرخ في النسيج الاجتماعي وتعزيز الانقسامات بين الشعوب. الرد على هذه التصرفات يحتاج إلى تفكير عميق واستراتيجيات متوازنة، لا تقتصر على الغضب والانفعال، بل تمتد إلى فهم الأسباب والدوافع وراء هذه الأفعال، والبحث عن وسائل تعزز القيم الإنسانية المشتركة وتؤكد احترام المقدسات.
من الناحية الدينية، القرآن الكريم هو كتاب الله المحفوظ، وهو ليس مجرد أوراق مطبوعة يمكن للنيران أن تلتهمها. المسلمون يؤمنون بأن القرآن محفوظ في صدور المؤمنين، كما ورد في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك حرق المصحف لا يمس قدسية القرآن، بل يعبر عن جهل واعتداء على المشاعر الدينية. الأذى الحقيقي يكمن في المحاولة المتعمدة لإثارة الكراهية وإهانة الآخرين، وليس في الورق الذي يحرق. أحد الردود الأولى على هذه التصرفات يجب أن يكون التمسك بالتعاليم الإسلامية التي تدعو إلى الحكمة والصبر. الإسلام يحث على الرد بالعقل والحكمة، كما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الرد بالعنف أو الإساءة قد يحقق أهداف من يحرقون المصحف بإظهار المسلمين كجماعة لا تتحكم في انفعالاتها، بينما الرد بالحكمة يبرز سماحة الإسلام وعمقه الأخلاقي. التوعية بأهمية القرآن ومعانيه تعد أحد أشكال الرد المؤثر. يجب أن يتم التركيز على نشر تعاليم القرآن وتعزيز فهم الآخرين له، حتى لا يبقى غريبا على المجتمعات التي لا تعرفه. الجهل غالبا ما يكون المحرك الرئيسي وراء هذه الأفعال. حين يدرك الآخرون أن القرآن يدعو إلى السلام والعدل والمساواة، قد يتغير موقفهم ويتوقف البعض عن مثل هذه التصرفات الاستفزازية. في السياق القانوني يمكن أن يكون الرد بتعزيز الجهود الدولية لتجريم الأفعال التي تهدف إلى الإساءة إلى المقدسات الدينية، بما في ذلك حرق المصحف. العديد من الدول لديها قوانين تجرم الكراهية والتحريض على العنف ضد أي دين، ولكن تطبيق هذه القوانين يحتاج إلى تعزيز وضغط دبلوماسي مستمر من الدول الإسلامية. العمل الجماعي على المستوى الدولي يمكن أن يسهم في خلق إطار قانوني يحمي الأديان ومقدساتها من التعديات. على المستوى الثقافي يمكن أن يكون الرد من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. حرق المصحف يعكس غياب الحوار والفهم المتبادل، وهو ما يمكن معالجته من خلال برامج تعليمية وثقافية تهدف إلى بناء جسور التواصل بين مختلف الشعوب. الفهم المتبادل يقلل من احتمالات وقوع مثل هذه الأفعال ويخلق بيئة من الاحترام المتبادل. الرد الإعلامي له دور محوري في التعامل مع حوادث حرق المصحف. الإعلام يمكن أن يكون أداة بناءة إذا تم استخدامه بحكمة لنشر التوعية والتعريف بالإسلام وقيمه. في المقابل يجب الحذر من الوقوع في فخ التصعيد الإعلامي الذي قد يعطي الفاعلين شهرة أو تأثيرا أكبر من حجمهم الحقيقي. التركيز على الرسائل الإيجابية والهادئة يمكن أن يكون أكثر فعالية من الردود الغاضبة. من ناحية أخرى يمكن استغلال هذه الحوادث لتسليط الضوء على القيم القرآنية وتعاليمه. في كل مرة يتم فيها حرق المصحف يمكن أن يكون الرد بنشر نسخ جديدة منه وترجمة معانيه إلى لغات مختلفة وزيادة الجهود لنشر تعاليمه. هذا الأسلوب يحول الموقف السلبي إلى فرصة لتعريف العالم بجمال القرآن وعمق رسالته. على الصعيد الاجتماعي يمكن للمجتمعات المسلمة أن تظهر تعاليم الإسلام العملية في التسامح والإحسان. الرد الفعلي يمكن أن يكون من خلال تكثيف العمل الخيري والمبادرات الإنسانية باسم القرآن، مما يظهر للعالم أن الإسلام هو دين بناء وإصلاح وليس دين هدم أو انتقام. الدروس التاريخية تشير إلى أن الإسلام واجه محاولات عديدة للإساءة والتشويه عبر العصور، لكنه استمر في الانتشار والتأثير بفضل قيمه السامية وتفاني أتباعه في نشرها. لذا فإن التمسك بالقيم الإسلامية والرد بعقلانية وثقة هو النهج الأمثل لمواجهة مثل هذه التحديات. حرق المصحف يمكن أن يكون امتحانا لمدى تمسك المسلمين بتعاليم دينهم ومدى قدرتهم على مواجهة الاستفزاز بالحكمة والرؤية البعيدة. هذه الأفعال لا تؤثر على قدسية القرآن، لكنها تضع مسؤولية كبيرة على المسلمين لإظهار الجانب الأفضل من دينهم وتعاليمه. في نهاية المطاف الرد الأكثر تأثيرا هو تعزيز القيم التي يمثلها القرآن نفسه، قيم التسامح والعدل والرحمة والعمل لصالح الإنسانية جمعاء. القرآن الكريم هو الكتاب المقدس في الإسلام، ويعتبره المسلمون كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منذ نزوله قبل أكثر من 1400 عام
أصبح القرآن موضوعا لدراسة متعمقة وتفسير مستفيض عبر العصور. ورغم وضوح كثير من آياته ومقاصده، إلا أن هناك أجزاء منه تثير فضول العلماء والمفسرين وحتى عموم الناس، حيث تترك مساحة واسعة للتأمل والتفسير والاجتهاد. هذه الأجزاء تعرف غالبا بأنها ألغاز القرآن، وهي تمثل نقاطا للتفكر العميق وميدانا للبحث المستمر لفهم النصوص المقدسة على نحو أعمق. بفهم هذه الألغاز ينبغي الإشارة إلى أن القرآن يتكون من مستويات متعددة من المعاني، يتجلى فيه الخطاب الواضح الذي يستهدف توجيه الناس إلى الإيمان بالله والعمل الصالح، لكنه أيضا يحتوي على إشارات رمزية وعميقة تتطلب التمعن لفهمها. هذه الطبقات من المعاني هي التي جعلت العلماء المسلمين يبدعون في تفسير القرآن عبر التاريخ، حيث انكبوا على استنباط الدلالات وفك الألغاز التي تحيط ببعض آياته. من أبرز الألغاز التي حيرت العلماء والمتخصصين تلك المتعلقة بالحروف المقطعة التي تظهر في أوائل بعض السور، مثل ألم، كهيعص، وحم، عسق. لم يرد تفسير قاطع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الحروف، مما دفع العلماء إلى الاجتهاد في تفسيرها. الاهتمام الغربي بالقرآن الكريم ظاهرة تاريخية قديمة تعود إلى الاحتكاك المباشر بين العالم الإسلامي والغرب عبر العصور. تنوعت أشكال هذا الاهتمام ودوافعه على مر القرون، فتراوحت بين دراسات علمية جادة تهدف إلى فهم النصوص القرآنية بشكل دقيق، ومحاولات تشويه متعمدة تهدف إلى تبرير السياسات الاستعمارية أو تشويه صورة الإسلام والمسلمين. منذ العصور الوسطى بدأ الغرب بالالتفات إلى القرآن الكريم عندما كان الاتصال بين المسلمين والمسيحيين يتم عبر الحروب الصليبية والتجارة والاحتكاك الثقافي. أدى هذا التواصل إلى إثارة فضول الغرب حول الدين الإسلامي الذي اعتبر آنذاك دينا غريبا ومختلفا. أولى الترجمات التي ظهرت للقرآن الكريم في الغرب كانت بدوافع دينية بحتة، حيث سعى رجال الدين المسيحيون لفهم الإسلام عن كثب لمواجهته في الجدل الديني أو لدحضه. أبرز مثال على ذلك هو ترجمة القرآن إلى اللاتينية التي قام بها روبرت كيتن في القرن الثاني عشر بناء على طلب رئيس داير كلوني، الذي كان يسعى لفهم النص القرآني لتعزيز الجدل المسيحي ضد الإسلام. هذه الترجمة رغم أنها لم تكن دقيقة وكانت مشوبة بالأخطاء والتحريفات، شكلت نقطة انطلاق للاهتمام الأوروبي بالنصوص الإسلامية. مع بداية عصر النهضة في أوروبا بدأ الاهتمام الغربي بالقرآن يتخذ شكلا مختلفا، حيث باتت الدراسات حول الإسلام جزءا من الجهد العام لفهم الحضارات والثقافات الأخرى. أدى ذلك إلى ترجمة القرآن إلى لغات أوروبية أخرى مثل الفرنسية والألمانية، ومن هنا بدأ القرآن يدرس كجزء من الثقافة الإسلامية وليس فقط كموضوع للجدل الديني. هذه الفترة شهدت أيضا تطورا في الأدوات والمناهج المستخدمة لدراسة القرآن، حيث بدأ العلماء الغربيون بتطبيق مناهج النقد النصي التاريخي التي استخدمت في دراسة الكتاب المقدس على القرآن الكريم. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومع التوسع الاستعماري الأوروبي في العالم الإسلامي، ازداد اهتمام الغرب بالقرآن ودراسته بشكل ملحوظ. كانت الدراسات القرآنية في تلك الفترة غالبا ما تهدف إلى خدمة الأهداف الاستعمارية. تم استخدام النص القرآني كأداة لفهم المجتمع الإسلامي ونظامه الثقافية والدينية بهدف السيطرة عليه وترويضه. في هذه المرحلة ظهر العديد من المستشرقين الأوروبيين الذين لعبوا دورا كبيرا في نقل المعرفة حول القرآن والإسلام إلى الغرب. رغم أن بعض هؤلاء المستشرقين تعاملوا مع القرآن بموضوعية علمية، إلا أن كثيرين منهم اتسمت أعمالهم بالتحامل والتحريف، مما أدى إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين. أحد أبرز المستشرقين في تلك الفترة هو إدوارد لين، الذي كان له تأثير كبير على الدراسات الإسلامية في الغرب. درس لين القرآن الكريم وقام بترجمته إلى الإنجليزية مع شرح واف للمعاني والسياق التاريخي. كانت أعماله تهدف إلى تقديم فهم شامل للإسلام وثقافته، ولكنها كانت تحمل في طياتها رؤية استشراقية محددة تميل إلى تعزيز صورة الإسلام كدين جامد أو متخلف مقارنة بالمسيحية والغرب. في القرن العشرين
ومع تزايد التداخل الثقافي والعلمي بين العالمين الإسلامي والغربي، شهدت الدراسات القرآنية في الغرب تحولا جذريا. أصبح القرآن موضوعا للبحث الأكاديمي في الجامعات ومراكز الأبحاث، حيث بدأ العلماء الغربيون يدرسون النصوص القرآنية بمناهج أكثر دقة وحيادية. تم التركيز في هذه المرحلة على دراسة اللغة العربية الكلاسيكية، وفهم السياق التاريخي للقرآن، وتحليل بنية النص القرآني وأسلوبه. ساعدت هذه الدراسات في تقديم رؤى جديدة حول القرآن الكريم، بعيدا عن الأحكام المسبقة والصور النمطية. في الوقت نفسه، ساهمت الهجرات الكبيرة للمسلمين إلى الغرب في إثارة اهتمام جديد بالقرآن الكريم. مع تزايد عدد المسلمين في الدول الغربية، أصبحت النصوص الإسلامية بما فيها القرآن موضوعا للنقاش العام والبحث العلمي. ظهرت ترجمات حديثة للقرآن بلغات مختلفة، هدفها تقديم النصوص القرآنية للجماهير الغربية بشكل دقيق وبعيد عن التحريفات القديمة. هذه الترجمات التي أنجز بعضها بمشاركة علماء مسلمين وغربيين أسهمت في تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة حول القرآن والإسلام. الاهتمام الغربي بالقرآن الكريم لم يقتصر فقط على الدراسات الأكاديمية والترجمات، بل امتد إلى الفنون والأدب. العديد من الكتاب والشعراء الغربيين تأثروا بالنص القرآني واستخدموا رموزه وأفكاره في أعمالهم، كما شهدت الفنون التشكيلية والموسيقى تأثيرات مستوحاة من التراث الإسلامي بما في ذلك القرآن. رغم ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك تيارا آخر في الغرب حاول استغلال النص القرآني لتبرير السياسات المعادية للإسلام أو تعزيز الإسلاموفوبيا. مع تصاعد الوعي العالمي بأهمية التفاهم بين الثقافات والأديان، بات من الضروري دراسة القرآن الكريم بشكل عادل وموضوعي. يتطلب هذا الأمر جهودا مشتركة بين العلماء المسلمين والغربيين لتعميق الفهم المشترك وتصحيح الصور النمطية وتعزيز الحوار بين الأديان. من اللافت أن هناك مبادرات أكاديمية ودينية حديثة تسعى لتعزيز هذا التوجه، من خلال مؤتمرات وندوات تجمع باحثين من مختلف الخلفيات لدراسة القرآن وقيمه الإنسانية. إن الاهتمام الغربي بالقرآن الكريم يمثل جزءا من تفاعل طويل ومركب بين العالمين الإسلامي والغربي. هذا التفاعل، رغم ما شابه من تحديات وسوء فهم أحيانا، يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات. القرآن الكريم كنص ديني وثقافي عالمي يظل مصدرا غنيا للإلهام والفكر، وقادرا على لعب دور محوري في بناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب. التفسيرات المعاصرة للقرآن الكريم تمثل جانبا مهما من تطور الفكر الإسلامي في العصر الحديث، حيث تتناول النص القرآني بأساليب جديدة ومناهج مختلفة تتلائم مع التغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية. هذه التفسيرات نشأت في سياقات متنوعة، واستجابت للتحديات التي فرضها العصر الحديث، من تطور العلوم والمعرفة إلى الحركات الإصلاحية والدعوات إلى التجديد الديني. ومع ذلك، فإنها أثارت أيضا جدلا واسعا حول مدى شرعيتها وحدود تأثيرها على فهم المسلمين للنص المقدس. يعتبر القرآن الكريم النص الأساسي في الإسلام، وهو محور العقيدة والشريعة، ما يجعل تفسيره عملية مركزية لفهم الدين وتطبيقه. على مدى القرون ظهرت تفسيرات متعددة تعكس تنوع السياقات الثقافية والاجتماعية التي عاش فيها المسلمون، إلا أن التفسيرات المعاصرة تختلف عن تلك التقليدية بتركيزها على تحليل النصوص في سياق التحديات الحديثة. هذه التفسيرات ليست مجرد تجديد للأساليب القديمة، بل هي محاولة لفهم النصوص القرآنية من منظور متجدد يتوافق مع القضايا الراهنة، مثل حقوق الإنسان، الديمقراطية، حقوق المرأة، العلمانية، وغيرها من القضايا التي أصبحت جزءا من حياة المسلمين اليوم. أحد أبرز جوانب التفسير المعاصر هو استخدام المناهج الحديثة لتحليل النص القرآني. ظهرت مناهج متعددة، مثل المنهج التاريخي الذي يهدف إلى دراسة النصوص القرآنية في سياقها التاريخي لفهم الظروف التي نزلت فيها، والمنهج اللغوي الذي يعتمد على تحليل دقيق للغة العربية والأساليب البلاغية المستخدمة في القرآن. هناك أيضا المنهج الاجتماعي الذي يركز على دراسة الآيات التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية
في ضوء الظروف الحالية، والمنهج العلمي الذي يسعى إلى الربط بين النصوص القرآنية والاكتشافات العلمية الحديثة. هذه المناهج ساعدت في توسيع آفاق فهم النص القرآني وإيجاد تفسيرات جديدة للقضايا التي لم تكن موجودة في العصور السابقة. على سبيل المثال، في مجال حقوق الإنسان حاول العديد من المفسرين تقديم فهم جديد للآيات المتعلقة بالحرية والعدالة والمساواة. هذه الجهود أدت إلى تفسير النصوص القرآنية بما ينسجم مع القيم العالمية لحقوق الإنسان دون الخروج عن الإطار الإسلامي. وفيما يتعلق بحقوق المرأة، كانت التفسيرات المعاصرة حاسمة في معالجة بعض المفاهيم التي ارتبطت بالموروث الثقافي والاجتماعي أكثر من ارتباطها بالنصوص القرآنية نفسها. سعى بعض المفسرين إلى إعادة قراءة الآيات المتعلقة بدور المرأة في المجتمع والميراث واللباس والعلاقة بين الجنسين في ضوء قيم العدل والمساواة. من خلال هذه التفسيرات تم تسليط الضوء على الجوانب التي تؤكد مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، مع التركيز على إزالة التفسيرات التي قد تكون استخدمت لتبرير الظلم أو التمييز ضدها. جانب آخر من التفسيرات المعاصرة يتعلق بالعلاقة بين الدين والعلم. مع تطور العلوم والتكنولوجيا، أصبح هناك اهتمام متزايد بتحليل النصوص القرآنية التي تشير إلى الظواهر الكونية والطبيعية. حاول بعض المفسرين الربط بين هذه الآيات والاكتشافات العلمية الحديثة لتوضيح مدى توافق النص القرآني مع العلم، بل واعتباره مصدرا للإلهام العلمي. ومع ذلك أثار هذا الاتجاه جدلا حول مدى صحة استخدام العلوم الحديثة كمعيار لفهم النصوص الدينية، وحذر البعض من مغبة التسرع في إسقاط النظريات العلمية على النصوص القرآنية. ومن الجوانب المهمة أيضا في التفسيرات المعاصرة التركيز على الجانب الروحي والأخلاقي للقرآن الكريم. حاول بعض المفسرين الابتعاد عن التركيز المفرط على الأحكام الفقهية والتشريعات القانونية، وبدلا من ذلك سلطوا الضوء على الرسائل الروحية والأخلاقية التي يحملها القرآن. هذا الاتجاه يهدف إلى تقديم فهم شامل للنص القرآني باعتباره كتابا للهداية والرحمة، يهدف إلى تحقيق السعادة البشرية على المستويين الفردي والجماعي. ورغم الإيجابيات التي قدمتها التفسيرات المعاصرة، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات. يعتبر البعض أن هذه التفسيرات قد تنطوي على محاولات لتطويع النصوص القرآنية بما يتناسب مع الأفكار الحديثة، ما قد يؤدي إلى الابتعاد عن جوهر الدين. كما أن البعض الآخر يرى أن استخدام المناهج الغربية في دراسة القرآن قد يحمل في طياته تأثيرات فكرية قد لا تتماشى مع الروح الإسلامية. من بين التحديات التي تواجه التفسيرات المعاصرة قضية التوفيق بين النصوص القرآنية الثابتة والقيم المتغيرة. القرآن الكريم يعتبر مرجعا ثابتا ودائما، لكن التفسيرات المعاصرة تسعى إلى إيجاد طرق للتعامل مع التغيرات الاجتماعية والثقافية التي لا يمكن تجاهلها. هذا التحدي يعكس الصراع بين الأصالة والتجديد، بين الحفاظ على قدسية النص والتعامل مع متطلبات العصر. وفي ظل هذا المشهد المتعدد والمتنوع، يمكن القول إن التفسيرات المعاصرة للقرآن الكريم تمثل انعكاسا لتفاعل المسلمين مع واقعهم المعاصر. هي محاولة لفهم النص المقدس في ضوء تحديات جديدة لم تكن موجودة في العصور السابقة. ومع ذلك فإن نجاح هذه التفسيرات يعتمد إلى حد كبير على التوازن بين الحفاظ على قدسية النصوص وتقديم فهم يتماشى مع العصر. التفسيرات المعاصرة تشكل أيضا فرصة لتعزيز الحوار بين المسلمين وغير المسلمين. من خلال تقديم فهم أعمق وأشمل للنصوص القرآنية، يمكن لهذه التفسيرات أن تساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وتعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة. هذا التوجه يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو بناء جسور الحوار والسلام في عالم يشهد تزايد التوترات الدينية والثقافية. فإن التفسيرات المعاصرة للقرآن الكريم تعكس روح التجديد والتفاعل مع التحديات المعاصرة، وهي في الوقت ذاته تعكس تعقيدات العلاقة بين الدين والعصر الحديث. وبينما تفتح هذه التفسيرات آفاقا جديدة لفهم النص القرآني، فإنها تحمل أيضا مسؤولية كبيرة لضمان أن تكون تلك التفسيرات
متوافقة مع القيم الإسلامية، وتعبر عن روح القرآن ككتاب هداية ورحمة للبشرية جمعاء. بهذا الشكل فإن التفسيرات المعاصرة تمثل وسيلة مهمة للتفاعل مع التحديات الراهنة وتقديم رؤية شاملة للإسلام في العصر الحديث، تعزز من دوره كدين عالمي يلبي تطلعات الإنسان المعاصر دون أن يفقد هويته وأصالته. القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للعالمين ودستورا للحياة. على مر التاريخ الإسلامي اهتم المسلمون بفهم هذا النص المقدس واستنباط معانيه وتفسير آياته بما يتناسب مع واقعهم وظروفهم. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في ظل تغيرات العصر الحديث هو: هل يحتاج القرآن إلى تفسيرات معاصرة تتماشى مع تطورات الزمن؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو موقع التفسيرات الكلاسيكية مثل تفسير الإمام الطبري؟ وهل يمكن اعتبار تفسيره هبة ربانية أم اجتهادا بشريا خالصا؟ القرآن الكريم يحمل في نصوصه مرونة واسعة تتيح له أن يكون مصدرا دائما للهداية في مختلف الأزمنة والأمكنة. هذه المرونة تأتي من عمق المعاني وتعدد مستوياتها، بالإضافة إلى شمولية الخطاب القرآني الذي يتناول قضايا العقيدة والأخلاق والتشريع والكون. لكن مع تطور المجتمعات البشرية وتعقد القضايا التي تواجهها، يبرز تحدي فهم القرآن في سياق هذه التغيرات. هنا يأتي دور التفسيرات المعاصرة التي تسعى إلى إعادة قراءة النص القرآني بمنهجيات جديدة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والسياسية. التفسيرات المعاصرة ليست بديلا عن التفسيرات الكلاسيكية، بل هي استكمال لها. التفسير الكلاسيكي مثل تفسير الإمام الطبري يمثل مرحلة تاريخية من الفهم الإسلامي للنص القرآني. الإمام الطبري الملقب بإمام المفسرين قدم تفسيرا شاملا للقرآن الكريم يعتمد على الأثر والنقل عن الصحابة والتابعين، بالإضافة إلى اجتهاده الشخصي في التحليل اللغوي والبلاغي للنصوص. تفسير الطبري كان نتاجا لزمانه وثقافته واحتياجات مجتمعه. اعتمد الطبري على الروايات، لكنه لم يكن مجرد ناقل لها، بل مارس الاجتهاد في الترجيح بين الأقوال وتحليل المعاني بما يتفق مع اللغة العربية وسياق الآيات. السؤال حول ما إذا كانت تفسيرات الطبري هبة ربانية أم اجتهادا شخصيا يحمل في طياته فهما عميقا لطبيعة العلم الشرعي. الإسلام يعترف بأن العلماء يجتهدون في فهم النصوص، وأن اجتهادهم هو محاولة لتقريب المعنى الإلهي إلى عقول البشر. إذا أصابوا في اجتهادهم فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد. من هذا المنطلق تفسير الطبري يمكن اعتباره اجتهادا بشريا عظيما استند إلى فهم دقيق للنصوص الشرعية ومعرفة واسعة باللغويات والتاريخ. ومع ذلك لا يمكن القول بأنه معصوم من الخطأ، لأن العصمة لله وحده ولكلامه المنزل. مع تطور الزمن وظهور تحديات جديدة لم تكن موجودة في عصر الطبري، أصبح من الضروري وجود تفسيرات معاصرة تقدم فهما يتماشى مع القضايا المستجدة. التغيرات التي طرأت على المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع فرضت قضايا مثل حقوق الإنسان والعلاقة بين الدين والعلم ودور المرأة والعولمة، مما يتطلب إعادة قراءة النصوص القرآنية في ضوء هذه المستجدات. التفسيرات المعاصرة تسعى إلى ملء هذه الفجوة، ليس بهدف تجاوز التفسيرات الكلاسيكية، بل لتعميق الفهم للنصوص في ضوء التطورات الحديثة. التفسيرات المعاصرة ليست بلا تحديات، فهي تواجه انتقادات تتعلق بإمكانية التأثير على ثبات النصوص المقدسة وجوهرها. يرى البعض أن اعتماد مناهج تحليلية حديثة قد يؤدي إلى تأويلات لا تتفق مع روح النص القرآني، ومع ذلك يجب أن ندرك أن أي تفسير للقرآن سواء كان تقليديا أو معاصرا هو محاولة لفهم النصوص من منظور بشري محدود، وأن النص القرآني نفسه يظل مرجعا دائما وغير قابل للتغيير. في الوقت نفسه فإن الحاجة إلى تفسيرات معاصرة لا تعني التخلي عن التفسيرات التقليدية. على العكس، التفسيرات المعاصرة تعتمد غالبا على التفسيرات الكلاسيكية كمرجع أساسي وتستفيد منها في بناء فهم متجدد. التفسيرات الكلاسيكية مثل تفسير الطبري قدمت أساسا قويا لفهم النصوص القرآنية،
ومنحت الأمة الإسلامية إرثا علميا غنيا يمكن البناء عليه. هذا التكامل بين القديم والجديد هو ما يعزز من قيمة الدراسات القرآنية ويسمح بتطوير فهم ديناميكي يتماشى مع الزمن. من المهم أن نميز بين النص القرآني الثابت وبين التفسيرات المتغيرة. النص القرآني يتميز بقدسيته وثباته عبر الزمن، بينما التفسير هو عملية بشرية تتأثر بالسياق التاريخي والثقافي. هذا التمييز يساعد في إدراك أن أي تفسير مهما كان عظيما لا يمكن أن يدعي تمثيل المعنى الكامل للنص القرآني، بل هو رؤية من زاوية معينة يمكن أن تتطور مع الزمن وتتغير بتغير الظروف. التفسير الكلاسيكي مثل تفسير الطبري يظل مرجعا هاما لفهم النصوص القرآنية في سياقها التاريخي واللغوي، ومع ذلك فإن تفسيرات الطبري لا يمكن أن تكون حلا نهائيا لكل القضايا المعاصرة، لأنه عاش في زمن يختلف تماما عن واقعنا اليوم. فهمه كان متأثرا بالعلوم والمعارف المتاحة في عصره، ولا يمكننا أن نتوقع منه معالجة قضايا لم تكن مطروحة في زمنه. التفسيرات المعاصرة على الجانب الآخر تحاول معالجة هذه الفجوة من خلال إعادة قراءة النصوص في سياق جديد. على سبيل المثال، في مجال حقوق المرأة كانت هناك محاولات لفهم الآيات المتعلقة بدور المرأة في المجتمع من منظور يركز على المساواة والعدالة. هذه القراءات لا تهدف إلى تغيير النصوص، بل إلى إبراز الجوانب التي قد تكون أهملت أو لم تفسر بشكل كاف في التفسيرات التقليدية. القضايا العلمية تشكل أيضا محورا مهما للتفسيرات المعاصرة. مع تطور العلوم ظهرت محاولات لفهم النصوص القرآنية التي تتناول الظواهر الطبيعية والكونية بطريقة تربط بين الإيمان والعلم. هذا الاتجاه أثار جدلا حول مدى شرعية الربط بين النصوص القرآنية والاكتشافات العلمية الحديثة، لكن يبقى هدفه تقديم رؤية متكاملة تبرز شمولية القرآن وقدرته على استيعاب التقدم العلمي. يمكن القول إن القرآن الكريم لا يحتاج إلى تفسير بمعنى إعادة تشكيل نصوصه أو تغيير محتواها، بل يحتاج إلى فهم يتماشى مع العصر. التفسيرات المعاصرة تقدم مساهمة قيمة في تحقيق هذا الفهم، لكنها ليست بديلا عن التفسيرات التقليدية، بل استكمالا لها. تفسيرات الطبري وأمثاله تظل إرثا لا غنى عنه لفهم النصوص القرآنية في سياقها الأصلي، لكنها ليست كافية بمفردها لمواجهة التحديات المعاصرة. القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم معجزاته وأبلغ دليل على صدق رسالته. منذ بداية الدعوة الإسلامية كان القرآن يمثل تحديا مفتوحا للعرب وغيرهم الذين كانوا يشتهرون بفصاحتهم وبلاغتهم. هذا التحدي لم يكن مقتصرا على عصر النبوة، بل امتد عبر الأزمان، حيث ظل القرآن علامة بارزة على الإعجاز الإلهي وارتباط الرسالة بالحق المطلق. إحدى الخصائص الأساسية التي تجعل القرآن الكريم معجزة خالدة هي بلاغته الفائقة التي عجز فصحاء العرب وشعراؤهم عن محاكاتها. كان العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتفاخرون بالشعر والخطابة، وبلغت لغتهم قمة الرقي في التعبير، لكنهم عندما استمعوا للقرآن وجدوا أنفسهم عاجزين عن الإتيان بمثله، رغم أن النبي تحداهم مرارا وتكرارا بأن يأتوا بسورة أو بآية واحدة تضاهي القرآن. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. البقرة 23. ورغم هذا التحدي الصريح لم يستطع أحد، حتى أعداء الإسلام الذين كانوا يسعون بشتى الطرق لإبطال الرسالة، أن يأتوا بما يقارب بلاغة القرآن. الإعجاز البلاغي للقرآن لا يتوقف عند تركيب الكلمات أو جمال الصور البيانية، بل يتعداه ليشمل انسجام المعاني وترابط الأفكار. كل آية وكل كلمة في القرآن لها مكانها الدقيق الذي لا يمكن استبداله دون الإخلال بالمضمون العام. هذا التناسق المذهل على امتداد أكثر من 6000 آية يظهر استحالة أن يكون هذا النص من تأليف بشر. إلى جانب الإعجاز البلاغي، يحمل القرآن إعجازا تشريعيا يبرز في النظام الذي يضعه لحياة البشر. يتناول القرآن جميع جوانب الحياة بطريقة متكاملة وشاملة، من العبادة إلى الأخلاق
ومن الاقتصاد إلى السياسة، ومن العلاقات الاجتماعية إلى القوانين الجنائية. النظام التشريعي الذي يقدمه القرآن يتميز بالمرونة والعدل، مما يجعله صالحا لكل زمان ومكان. هذه القوانين لم تكن فقط سابقة لعصرها، بل تفوقت على جميع الأنظمة التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وأثبتت استمراريتها عبر الزمن. من مظاهر الإعجاز في القرآن أيضا الإخبار عن أمور غيبية لم يكن يمكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لأي إنسان آخر في زمانه أن يعرفها. هذا الإخبار يشمل الأحداث المستقبلية والحقائق العلمية التي لم تكتشف إلا بعد قرون. على سبيل المثال، تحدث القرآن عن مراحل تطور الجنين في رحم الأم بطريقة دقيقة تتوافق مع ما أثبته العلم الحديث. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. المؤمنون 12-14. كيف يمكن لنبي أمي عاش في بيئة صحراوية قبل 1400 عام أن يصف هذه المراحل بدقة علمية مذهلة؟ الإعجاز العلمي في القرآن لا يقتصر على هذا الجانب، بل يتناول قضايا أخرى مثل نشأة الكون ودورة المياه ووظائف الجبال ودور الشمس والقمر والكثير من الظواهر الكونية. القرآن لا يقدم هذه الحقائق كدروس علمية، بل كآيات تعكس قدرة الله وعظمته وتحث الإنسان على التأمل والتفكر. هذا النهج يعزز الإيمان لدى المؤمنين ويظهر توافق القرآن مع العقل والعلم. لكن المعجزة الأكبر للقرآن هي تأثيره الروحي والنفسي على القلوب. القرآن يخاطب فطرة الإنسان ويلامس أعمق مشاعره، ويمد الإنسان بالسكينة والطمأنينة في أشد لحظات الحياة صعوبة. هذا التأثير لا يقتصر على المسلمين فحسب، بل يمتد إلى غير المسلمين الذين يقرؤون القرآن بإنصاف. كثيرون من العلماء والمفكرين غير المسلمين أقروا بجمال القرآن وتأثيره حتى إن لم يؤمنوا برسالته. هناك تساؤل يطرحه البعض: إذا كان القرآن معجزة، لماذا لا يؤمن الجميع به؟ الجواب على هذا السؤال يكمن في طبيعة الإيمان والاختيار. الإيمان ليس مجرد اقتناع عقلي، بل هو قبول قلبي وتسليم لله. هناك من يعاند الحقائق رغم وضوحها، وهناك من تأثره الشهوات والمصالح فيعجز عن رؤية النور الذي يحمله القرآن. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحج 46. القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يحتوي على نصوص مقدسة، بل هو معجزة متجددة تتحدى البشر عبر الأزمان. لم يقتصر إعجازه على العرب في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يمتد ليشمل كل من يقرأه ويتأمل في معانيه. بفضل هذا الإعجاز يستمر القرآن في هداية البشر وإلهامهم، ويبقى حجة قاطعة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. إن من يتأمل في القرآن بصدق وإخلاص بعيدا عن التعصب والهوى سيجد فيه نورا يضيء دربه ويهديه إلى الحق. ختاما، يمكن القول إن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مجرد دليل على صدق الرسالة، بل هو في ذاته رسالة خالدة تحمل هداية البشر وتظهر عظمة الخالق. من البلاغة إلى التشريع، ومن الإعجاز العلمي إلى التأثير الروحي، يمثل القرآن أعظم دليل على أن هذه الرسالة لم تكن من صنع بشر، بل وحي من الله الذي يعلم الغيب والشهادة. سيد قطب شخصية مثيرة للجدل في التاريخ الحديث، خاصة في سياق تفسير القرآن الكريم وفهم رسالته. كان سيد قطب مفكرا إسلاميا بارزا في القرن العشرين، وله تأثير واسع في الأوساط الفكرية والسياسية. ورغم أن أعماله وتفسيره للقرآن الكريم قد أثرت في العديد من الحركات الإسلامية، إلا أن تفسيره أثار تساؤلات وانتقادات بسبب أسلوبه وأفكاره التي رأى البعض أنها تمثل خروجا عن منهج التفسير التقليدي. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن تقييم تفسير سيد قطب للقرآن الكريم؟ وهل كان تفسيره انعكاسا لمنهج علمي راسخ،
أم تعبيرا عن رؤية شخصية ذات سياقات خاصة؟ أول ما يمكن ملاحظته في تفسير سيد قطب هو أسلوبه الأدبي المميز، فقد كان كاتبا وأديبا قبل أن يكون مفكرا إسلاميا، وهذا ظهر بوضوح في تفسيره المعروف في ظلال القرآن. الكتاب مليء بالصور البلاغية والأساليب الأدبية التي تعكس موهبته الكتابية، لكن هذا الأسلوب الأدبي أثار انتقادات، حيث اعتبر بعض العلماء أن البلاغة التي استخدمها قطب قد حجبت المعاني القرآنية أحيانا، وجعلت تفسيره أقل دقة من التفاسير التقليدية. فالتفسير ينبغي أن يكون أداة لتوضيح النص القرآني، وليس لإضفاء لمسات شخصية قد تجعل القارئ يرى النص من منظور المؤلف بدلا من المعنى الأصلي. سيد قطب لم يكن عالما متخصصا في علوم القرآن بالشكل التقليدي، ولم يتبع المنهج الأثري أو النقلي الذي اتبعه المفسرون الكلاسيكيون مثل الطبري وابن كثير، بل اعتمد في تفسيره على فهمه الخاص للنصوص القرآنية وعلى رؤيته للعالم والمجتمع. هذا النهج الشخصي أثار انتقادات من العلماء الذين رأوا أن التفسير يحتاج إلى أساس علمي متين يستند إلى علوم اللغة والحديث وأقوال السلف. غياب هذا الأساس عن تفسير قطب جعل البعض يعتبرونه أكثر ميلا إلى التأملات الذاتية منه إلى التفسير العلمي. إحدى القضايا المثيرة للجدل في تفسير سيد قطب هي رؤيته لمفهوم الحاكمية. اعتبر سيد قطب أن المجتمع الذي لا يحكم بشريعة الله مجتمع جاهلي حتى لو أظهر مظاهر الإسلام. هذا المفهوم أثار جدلا واسعا وأصبح مصدر إلهام لحركات سياسية ودينية، بعضها لجأ إلى العنف لتطبيق رؤيته للحاكمية. منتقدو سيد قطب يرون أن تفسيره لمفهوم الحاكمية يعاني من تعميم مفرط ومن تجاهل لتاريخ المسلمين وتنوع أنماط الحكم في العالم الإسلامي، كما أن استخدامه لهذا المفهوم لتحليل الواقع السياسي والاجتماعي جعله عرضة للتفسيرات المتطرفة. سيد قطب كان أيضا ناقدا للحضارة الغربية، ورأى فيها خطرا على قيم الإسلام وهويته. في تفسيره للقرآن انعكست هذه الرؤية بوضوح. حاول قطب تقديم رؤية للقرآن باعتباره نظاما شاملا للحياة يمكن أن يكون بديلا للحضارة الغربية. هذه الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة، لكنها في تفسير سيد قطب اتخذت طابعا حادا يرفض التعايش مع أي منظومة فكرية أو ثقافية أخرى. هذا الموقف جعل البعض يتهم سيد قطب بالانغلاق الفكري وعدم القدرة على التفاعل مع التعددية الثقافية التي هي جزء من واقع العالم الحديث. مع ذلك لا يمكن إنكار أن في ظلال القرآن كان له تأثير كبير على العديد من القراء. سيد قطب نجح في تقديم تفسير يتحدث بلغة العصر ويخاطب القلوب والعقول بطريقة مباشرة. الكثير من المسلمين وجدوا في تفسيره مصدر إلهام ودافعا لفهم أعمق للقرآن، خاصة في فترة شهدت ضعفا في الخطاب الإسلامي وتراجعا للدور الحضاري للأمة الإسلامية. لكن هذا التأثير كان سيفا ذا حدين، حيث استخدمت بعض الجماعات تفسيره كمرجعية لتبرير أفعال وتصرفات لا تتفق مع روح الإسلام. نقطة أخرى تستحق النقاش هي البعد العاطفي في تفسير سيد قطب. قطب لم يكن يفسر القرآن كمجرد نص ديني، بل كان يتعامل معه ككتاب حي يحمل رسالة شخصية لكل فرد. هذه الرؤية جعلت تفسيره يحمل بعدا عاطفيا قويا يلامس مشاعر القارئ، لكن هذا النهج جعل تفسيره أقرب إلى التأملات الذاتية منه إلى التفسير الأكاديمي. فبدلا من التركيز على توضيح المعاني الأصلية للنصوص، كان قطب يميل إلى استنباط رسائل وأفكار تعبر عن تجربته الشخصية وفهمه الخاص. يمكن القول إن سيد قطب كان يرى في القرآن مشروعا حضاريا أكثر منه كتابا للنصوص التشريعية فقط. كان يسعى إلى تقديم رؤية شاملة للإسلام من خلال تفسير القرآن، وهذا ما يفسر تركيزه على الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية في تفسيره. لكن هذا النهج أثار جدلا واسعا، حيث رأى بعض العلماء أن الخلط بين التفسير والتأمل الفكري يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم النصوص وتوظيفها في سياقات لا تتفق مع مقاصدها الأصلية. الرد على تفسير سيد قطب لا يعني إنكار جهوده أو التقليل من شأنه، بل يعني تقييم عمله في سياق نقدي يعترف بمساهماته ويشير إلى نقاط الضعف فيه. الإسلام دين قائم على الحوار والاجتهاد، والتفسير عملية مستمرة
تتطلب من العلماء والمفكرين تقديم رؤى تتماشى مع العصر مع الحفاظ على أصول النصوص ومقاصدها. في هذا الإطار يمكن اعتبار تفسير سيد قطب تجربة فكرية تستحق الدراسة والنقد، لكنها ليست بديلا عن التفاسير التقليدية التي تعتمد على منهج علمي راسخ. القرآن الكريم كتاب خالد يحمل في طياته معاني عميقة تناسب كل زمان ومكان. تفسيره يتطلب توازنا بين المحافظة على روح النصوص ومقاصدها وبين مراعاة تغيرات العصر. سيد قطب قدم رؤية مميزة للقرآن، لكنها كانت تعبر عن تجربته الخاصة وفهمه للواقع الذي عاش فيه. هذه الرؤية قد تلهم البعض، لكنها تحتاج إلى قراءة نقدية واعية تعترف بمساهماته وتضعها في سياقها التاريخي والفكري. هناك من رأى أنها رموز إعجازية، وآخرون قالوا إنها تشير إلى أسماء الله الحسنى، أو أنها تذكير بجلال النص القرآني. بعض المفسرين اعتبروها تحديا للعرب الذين كانوا يتقنون اللغة العربية، للإشارة إلى أن هذا النص العظيم الذي أعجزوا عن الإتيان بمثله يتكون من الحروف التي يعرفونها ويستخدمونها يوميا. إلى جانب الحروف المقطعة نجد الآيات التي تتحدث عن الظواهر الكونية مثل خلق السماوات والأرض ودورة المياه وحركة الكواكب. القرآن يشير إلى هذه الظواهر بأسلوب معجز، لكنه يترك الكثير للتأمل والفهم التدريجي مع تطور العلم. على سبيل المثال قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعد بمثابة إشارة واضحة إلى أهمية الماء في حياة الكائنات الحية، وهو ما أكدته الاكتشافات العلمية الحديثة. مع ذلك فإن التفاصيل الدقيقة لهذه الآيات تظل مجالا للتفكير والبحث المستمرين، حيث يمكن تفسيرها بطرق متعددة بناء على تقدم المعرفة البشرية. من الألغاز الأخرى التي تشغل الباحثين الآيات المتعلقة بالماضي والمستقبل، مثل قصة أصحاب الكهف. هذه القصة تحمل الكثير من الغموض بشأن الزمن الذي قضوه نياما والبيئة التي أحاطت بهم. الآيات تذكر أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهو رقم يحمل أبعادا رمزية قد تكون مرتبطة بالتقويمات المختلفة أو بمدلولات أخرى. الغموض هنا يدفع الباحثين للتساؤل: هل الهدف هو معرفة الرقم بدقة، أم الإشارة إلى قدرة الله على التحكم بالزمن والوجود؟ القرآن كذلك يثير الفضول بشأن مستقبل الإنسان والمصير النهائي للعالم. الآيات التي تتحدث عن القيامة وأحداثها تحمل وصفا تفصيليا في بعض الأحيان، بينما تظل في أحيان أخرى مبهمة، ما يدفع المسلمين للتأمل في الغيب والثقة بحكمة الله. كما أن بعض الآيات تتحدث عن عوالم أخرى مثل الجن، وهو موضوع حافل بالتأويلات والتفسيرات. الجانب التشريعي في القرآن الكريم أيضا يحمل بعض الألغاز. بعض الأحكام تبدو واضحة وسهلة الفهم، بينما هناك آيات قد تكون معقدة أو تتطلب اجتهادا لتطبيقها في ظروف مختلفة. على سبيل المثال الآيات المتعلقة بالميراث تحتوي على تفاصيل دقيقة تستدعي التفكير في كيفية تطبيقها في حالات معقدة. هذه التعقيدات ليست فقط موضوعا فقهيا، بل تشير أيضا إلى مرونة النص القرآني في التعامل مع المجتمعات المختلفة عبر الزمن. اللغة القرآنية نفسها تعتبر لغزا قائما بذاته. أسلوب القرآن يختلف عن أي نص آخر، سواء من حيث الإيقاع أو البناء أو المعاني. بعض العلماء أشاروا إلى أن القرآن يحتوي على إعجاز بياني يتجاوز قدرة البشر على الإتيان بمثله. هذه الإعجازية لا تقتصر على التحدي الذي أطلقه القرآن للعرب في عصر النبي، بل تستمر في إلهام الدارسين للبحث عن أسرار هذا الأسلوب الفريد. من بين الجوانب الأخرى التي تجعل القرآن لغزا دائما هو تعدد طرق فهمه عبر الزمان والمكان. المسلمون عبر العصور لم يتعاملوا مع القرآن كنص ثابت يتطلب تفسيرا واحدا، بل نظروا إليه كنص حي يتجدد فهمه بتجدد الظروف. هذا التعدد في التفسير أدى إلى ظهور مدارس فكرية متعددة، بعضها ركز على البعد الروحي والرمزي، والبعض الآخر اهتم بالجوانب الفقهية والقانونية. القرآن أيضا يعكس ثقافة عصره، ولكنه يتجاوزها ليصبح نصا عالميا يمكن أن يخاطب جميع الناس في كل الأزمنة. هذه الخاصية تجعل من تفسيره عملية مستمرة لا تنتهي، حيث يسعى العلماء لفهم معانيه في ضوء تطورات العصر. ومع ذلك
تظل هناك أسئلة بدون إجابات نهائية، وهو ما يجعل النص القرآني ينبوعا لا ينضب من الحكمة والإلهام. من المهم أيضا الإشارة إلى أن القرآن يوجه قارئه للتفكير والتأمل، وليس فقط لحفظ النصوص. الألغاز التي يحتويها القرآن ليست عقبة أمام الفهم، بل هي دعوة للبحث عن الحقيقة واكتشاف الجوانب المختلفة للنصوص. هذا النهج يشجع المسلمين على الانفتاح على العلوم والمعرفة الإنسانية لفهم العالم ومكانهم فيه بشكل أفضل. ويمكن القول إن القرآن الكريم يظل نصا حيا يتفاعل معه المسلمون عبر العصور بطرق متعددة. الألغاز التي يحتويها ليست دليلا على الغموض بقدر ما هي دعوة للتفكر والتأمل والتفاعل مع النصوص المقدسة بطريقة تعزز الإيمان وتفتح آفاقا جديدة للفهم. فكألغاز القرآن ليس مجرد مهمة علمية أو أكاديمية، بل هو رحلة روحية تعكس العلاقة العميقة بين الإنسان وخالقه.